يبتلى الدين كله. تاريخ طويل جدا. ثم بعد ذلك لو تتبعت لوجدت العجب العجاب. يبتلى الأئمة، يبتلى الصحابة، ويبتلى التابعون، ويبتلى تابع التابعين، ويبتلى الأئمة المهديون، ويبتلى العلماء الربانيون، ليعلم الجميع أن للابتلاء تاريخا طويلا، أن للابتلاء تاريخا طويلا. ولا ينبغي أبدا لكل مبتلى مهما كانت صورة ابتلائه، لمن ابتلي في ماله، لمن ابتلي في صحته، لمن ابتلي في ولده، لمن ابتلي في زوجته، لمن ابتلي في دعوته، لمن حبسه المرض الآن على الأسرة البيضاء، لكل من ابتلي بضيق الرزق أو بأي صورة من صور الابتلاء، اعلم أن الابتلاء تاريخ طويل تبدأ قصته ببداية الحياة البشرية على ظهر الأرض، ولن تنتهي قصة الابتلاء إلا بانتهاء الحياة على ظهر الأرض. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. اسمع اللي جاية دي: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله ابتلاهم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط، كلاهما صحيح لغة. ومن سخط فله السخط. والسؤال الآن: ما الحكمة من كل هذه الابتلاءات؟ ولماذا الابتلاءات؟ اسمع للجواب. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كثير من الناس يمشي على الطريق يظن أن الإيمان خفيف الحمل هين الحمل، يظن أن الإيمان كلمة ترددها الألسنة فقط، وهو سائر مع السائرين ما دام يحقق الربح، وما دام الإيمان وما دام سيره على طريق الخير والدعوة والدين يدر الضرع وينمي الربح وينمي الزرع. فتأتي المحن وتأتي الفتن وتأتي الابتلاءات على الطريق لتميز السائرين على الدرب، لتصفي الصف، لتطهر السائرين، حتى اسمع، حتى لا يبقى على الطريق إلا من صفت نفسه وطهرت سيرته وكان أهلا للسير على طريق أولئك الأطهار ممن ذكرت من الأنبياء والمرسلين. لو كان الإيمان رخيصا والوصول إلى الله سهلا لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة. لا، قد يسألني طالب علم نبيه ويقول: هل معنى ذلك أن الله